لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم في نهائي كاس السوبر 28 في تاريخ كرة القدم الافريقية، كاس السوبر الافريقي الذي يجمع بين حامل لقب دوري ابطال افريقيا وحامل لقب كأس الكاف على أرض الدوحة للمرة الثانية على التوالي هنا في قطر، بين الزمالك المصري صاحب كأس الكاف وصاحب 3 ألقاب لكأس الكؤوس، وفي الجهة المقابلة الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، الخاسر لكأس والحامل كأس السوبر مرة واحدة مقابل 4 تتويجات بالنسبة للزمالك. قلت بأنه الخاسر لكأس السوبر في النهائي السنة الماضية هنا في الدوحة كذلك أمام الرجاء البيضاوي. كل التكهنات واردة والاحتمالات قائمة لكلا الفريقين بعشاقهما في تونس ومصر، وفي البحث عن مصطفى محمد عراق. اوي يا الياس، يا الياس الشتي، تدخل قوي هنا من المدافع مقابل فريق الترجي، واول ضغط من بنغيت من هنالك على الجهه المراوغه والدخول. محمد هيلا اوبا بابا جول، يا سلام يا للروعه، جول تهتز الشباك في الثواني الاولى، وجول يوسف اوباما يفعلها ويسجل اول اهداف القلعه البيضاء الزمالك. الملعب يهتز، يا لها من بدايه، جول في الدقيقه الثانيه، ويا له من جول، يا لها من توزيعه ويا لها من راسيه، وجول الزمالك يفعلها ويفتح مجال التسجيل. يوسف اوباما يسجل اول اهداف المباراه. شكرا لله وبعد ذلك شكرا لك. يعني الكرة في الركنية تنفذ خطيرة بالراس، جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، اصرف لعبة، انطلق على الجهة اليسرى، كرة صعبة، الياس ارضية، كرة خطيرة، وبلال وراح بلال بالساحة، التغطية، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق محمود حمدي، الون تمكن منها مصرية مرة ثانية. يا لها من بداية ويا لها من مباراة. لحد الآن أنا شخصيا لم أكن أتوقع هكذا السيناريو، كنت أتوقع السيناريو محمد الكرة البعيدة لحازم إمام، ضيعها حازم إمام، حمد الهومي راح من غيث، انطلق في خطأ، الحكم يقول لصالح نادي الترجي. اللي من هنالك حمد خطيرة، عودة موفقة من محمد عبد الشافي، يغطي منطقته كما ينبغي، كانت رائعة من حمد الهوني. إمام مضطر يرجع في الخلف يلعبها بالراس، هاي كرة صعبة لصالح الزمالك، بالله عليك هذا صاروخ يا اشرف، او مصطفى محمد سدد صاروخ بقوة وروح. عبد الهوني كرة خطيرة، رائعة، يا سلام، في منتهى الروعة اللعبة الثلاثية ضاعت. اول كرة صعبة لعناصر الترجي، كاد ياتي جول التعديل. شوف اللعبة من وترة كم كانت رائعة، ومن حمد الهنا سامح وتوزيعاته خطيرة، ومحمد ابو جبل كاد يلحقها. ابراهيم وترى المهاجم القوي والخطير، بنيا الدربالي يلحق الكرة، سامح الدربالي وتوزيعه بروعة، وزيزو في الرواقين. هاي كرة لحمد الهوني يلعبها في الخلف، لم تصل لفوزي، يستلمها بروعة والتسديدة وجول. يا سلام، كرة ثانية من نفس اللاعب بونسو، كاد ياتي هدف التعديل. زيزو يلعبها مع طارق، ترجع له احمد يرفعها، الكرة بعيدة بالراس وبين الياس الشتي على الجهة اليسرى، الياس الشتي في التوزيع، رائعة توزيعة خطيرة، وخروج موفق من محمد ابو جبل. يتمكن من هذه لانه مجرد خطأ داخل منطقة العملية يكلفك ضربة جزاء. كرة بعيدة، حازم امام لحارسه، والكرة في الركنية غير موجودة. بلال بن ساحة ينفذ الركنية ووترة غير تماما في اتجاه سامح الدربالي، يلحق على الكرة سامح، يلحق على الكرة سامح، هاي الحكم خذ اللعب، هاي صعبة، التسديد يا مصطفى يا محمد، انت سم، نعم انت سم، وتسديداتك سم، الاستلام والدوران ثم التسديد بقوة عن طريق مصطفى. بلال بن ساحة تغطية دفاعية من هنالك عن طريق اللاعب طارق تونسي احيانا في دفاعه، حمدوي ما زال فرجاني نادي الزمالك من هنالك عن طريق زيزو،
والدفاع يعقوبي يخرج اليعقوبي كرة ممتازة من هنالك لأوباما لبن ساحة استلم الكرة بلال بن ساحة ما زال يغطي كورته في خطأ نعم يصفر الحكم على محمود حمدي الونش وسط دفاع نادي الزمالك في يسرى حازم امام يتألم ويعاني الكرة البعيدة في القائمة الثاني والتقديم راح الياس شتي وطن الهوني والتوزيع في القائمة الثاني بعيدة ولا راح بلال روعة انطلق بلال وغطى منطقته محمود حمدي بروعة واخرج الكرة في الركنية. ماذا هنالك سيد الحكم؟ لا ليس هناك اي خطأ وبنغيد مرة ثانية بروعة محمد ابو جبل يتمكن من هذه الكرة امام العملاق ابراهيم وتارا ويبقى ساقط على ارضية الميدان يخلي رفقائه يتنفسوا شوية. نعم فريق الزمالك في حاجة الى انه يقول بن شرقي الخطيرة بابا جول وبابا دخلت الكرة لا يا زيزو ماذا ضيعت فرصة قاتلة سانحة للزمالك اللعبة ولا أروع قبل أحمد سيد والثانية هاي الكرة في القائمة الثانية تقديدة وبن شرقي واي يا سلام عليك يا مصطفى يا محمد يا سلام يا اشرف يا بن شرقي في مرة ثانية اللعبة ولا اروع جول ثاني ضاعت الكرة من بن شرقي في القائمة الثاني معز فرجاني ساسي سدد كرة والركنية ضربت في الجدار وراحت ركنية لصالح نادي الزمالك. الامام سامح الدربالي رائعه لا ندري لمن سيكون في النهايه الركنيه تنفذ بروعه بالراس من سامح الدربالي استلم الكره سامح الدربالي راس وطارة وحمدو والدفاع لونك لمسه يد اللاعبون التوانسه يحتجون على حكم المباراه يقولون فيه لمسه يد الحكم يقول حتى ولو كانت فهي غير متعمده. نعود نذكر بالقانون في كل مره نحكم ضربة جزاء تنفيذ ضربة الجزاء بنغيد وسجل جول. يا سلام عليك يا بنغيد في الزاوية اليسرى يعدل النتيجة للترجي 1-1 في النتيجة الآن الزمالك والترجي التونسي وتنطلق المباراة من جديد ويبعث اللقاء من جديد. عبد الرؤوف بنغيد الجزائري يعدل للفريق التونسي على المصري بهدف مقابل هدف بعد ركلة الجزاء التي صفرها حكم المباراة. مساحة حمدو دخل حمدو ما زال بلا انطباع حمدو يرجع لفرجاني الساسي فرجاني كرة حمدو الهوني يلعبها لإلياس شتي والتوزيع في القائمة الثانية خطيرة يمر بن شرقي كرة صعبة وكرة صعبة جول أشرف بن شرقي جاءكم من الدار البيضاء مر عبر تونس وصل الدوحة عبر القاهرة وسجل هنا في الغرافة جول ولا أروع يا أشرف بن شرقي انطلق بن شرقي للزمالك امام الترجي. رأوا بنغيد في القائمة الثانية كرة بعيدة يا حمدو راحت مباشرة ضربة مرمى يقول الحكم لصالح خطيرة يا الخنيسي على مرتين الخنيسي يبقى خطير الزمالك في الهجمات المعاكسة بعيدة الكرة هذه هاي كرة خطيرة سامح الدربالي هاي كرة خطيرة التوزيع وعند الدقيقة 74 كرة خطيرة هذه المخالفة زيزو والدفاع يصدها بلال بن ساحة بلال دخل بلال التوزيع القائمة الثاني صعبة هاي كرة صعبة التسديدة والحارس يا سلام كرة صعبة والحارس بن شريفية ينقذ الترجي ينقذ الترجي من كرة صعبة من اوباما. سامح الدربالي على الجهة اليمنى يراوغ سامح الدربالي وزع كرة بالراس لمار يرجع للخلف هاي كرة تسديدة والدفاع يا لا
عليه وناجم وانطلاقه سريعه من اوباما راح وناجم، اوباما يوصل عليه وناجم راح موش بتسلل كره صعبه وخطيره لصالح الزمالك، تلعب عرضيه كره جول كره جول كره جول كره جول وكره جول با جول. الزمالك يتوج بكاس السوبر. كرة جول كرة جول كرة جول، جول ثالث ولا أروع. جماهير الزمالك جنونها، جماهير الزمالك تنفجر في ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة. يا سلام، جول ثالث يضربهم بالثلاثة. الزمالك بروعة في هجمة معاكسة ويا له من جول. 1 2 3 الزملكاوية يطيحوا بالترجي ويفوزون بالثلاثة. لعبة بالمليمتر وهدف ولا أروع. 3-1 صارت النتيجة. فعلها أشرف وسجل ثنائية. يا سلام، فعلها أشرف وسجل هدف رائع. 3-1 صارت النتيجة للزمالك أمام الترجي في لعبة معاكسة بدفاع منظم، دفاع قوي. الزمالك يفعلها بالترجي ويسجل الثالث 3-1 في الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراة. مشاهدي الأفاضل، أشرف بن شرقي انطلق، أشرف بن شرقي. تتويج الآن مع الزميل حفيظ الدراجي. حفيظ، استمتعنا بيوم كروي رياضي فاخر بامتياز. فعلا محمد استمتعنا بمباراة. أنا شخصيا لم أكن أتوقع بهكذا رتم وهكذا مستوى وهكذا إثارة، ولم أكن أتوقع الزمالك بهذا الشكل. ترجي بذل مجهودات كبيرة جدا ولكنه لم يصل صراحة في الشوط الثاني لمرمى الحارس المصري محمد أبو جبل. وبعدين فريق الزمالك خلق فرص كثيرة من هجمات معاكسة، لعب على قدراته وإمكانياته، تمكن في نهاية المطاف من تسجيل هدف ثالث. خلصوا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة. كان ممكن ترجي بعد عودته بعد تسجيله هدف التعديل انه يرجع في المباراة ويضيف هدف ثاني ويرجع ويسيطر اكثر، ولكن قتلوا الهدف الثاني الذي سجله بن شرقي بكيفية غريبة ولكن رائعة جدا. ثم جاء الثالث من نفس اللاعب بن شرقي من هجمة معاكسة. تكتيكيا الزمالك تفوق بجدارة وبروعة أمام فريق محترم. خلينا نقول ترجي ليس أي نادي، فريق محترم عنده قدرات وإمكانيات كبيرة سواء فردية أو جماعية، فنية وحتى بدنية، ولو أنه لم يقدر على زيادة النسق وزيادة الريتم في نهاية المطاف. بحضور أحمد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، سيصفق الأبطال على النواب، سيصفق الأبطال على الوصيف الذي سيدخل على نفس الأراضي القطرية وصيفا للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته هنا السنة الماضية أمام نادي الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد. هذه المرة يخسر بالثلاثة كأس السوبر، وهي الخسارة الرابعة للترجي في نهائي كأس السوبر بعد خسارته سنوات 99 2012 2019 ويخسر 2020. الفريق الذي فاز مرتين بلقب دوري أبطال إفريقيا متتاليتين سنة 2018 ثم 2019 مع تحكيم كان في المستوى. خلينا نقول فريتاس منح ضربة جزاء كانت صريحة وصحيحة لعناصر نادي الترجي بعد العودة إلى تقنية الفار. ضربة جزاء مستحقة سجلها الجزائري عبد الرؤوف بن غيت، ولكن بعدها بدقائق معدودة فقط عاد الزمالك وسجل هدفا ثانيا. هي الخسارة الرابعة إذن للترجي في نهائي كاس السوبر، الخسارة الثانية على التوالي في النهائي بعد خسارته أمام الرجاء. يعني أنك تكون للمرة الرابعة وصيف هذا ليس أمرا سيئا، خاصة وأنه سبق له أن فاز بهذا اللقب 3 مرات. ترجي التونسي صاحب 4 ألقاب في كأس دوري أبطال إفريقيا ولقب في كأس ما كان يسمى زمان بكأس الكؤوس ثم كأس الكونفدرالية. سبق له أن فاز كذلك بكأس السوبر وهو يخسرها بأرماته من اللاعبين. طبعا في غياب عبد القادر البدران كان له وزن وشعرنا به وشعروا به ممكن اللاعبين التوانسه فوق ارضيه الميدان. بغياب عبد القادر البدران في الخط وسط دفاع نادي الترجي، خاصه عندما نتذكر ونعيد شريط الهدف الثاني عندما جاء بن شرقي من بعيد ودخل مطبخ الترجي
مثل ما يوصف في قاموس الكرة عند العشاق الكرة، لما يدخل لك منطقة العمليات بذلك الشكل وانت تتراجع، معناها انه دخل الى عمق دفاعك وتمكن بيمناه من ان يضع الكرة على يسار الحارس معز بن شريفية. طبعا ترجي يبقى ترجي سواء فاز او خسر، بتاريخه برصيده بحاضره بماضيه بمستقبله، لانه سياسات الترجي دائما تنتج فريقا، هو نادي دائما ينتج فريقا في كل موسم ينافس على الدوري التونسي وينافس على الدوري القاري وينافس على كل ما يمكن أن ينافس عليه، لأنه هو واحد من رموز الكرة التونسية التي يستند عليها المنتخب التونسي من سنوات، من زمان، منذ بدأ كرة القدم. كيف لا وهو شيخ الشيوخ الذي يبدو أنه شاخ اليوم ولم يقدر على شباب الزمالك الذين كانوا مبدعين ومتميزين فرديا وجماعيا وتمكنوا من الفوز بالثلاثة. هدف الثالث كان في الوقت بدل الضايع. طبعا عندهم فرصة ترجي للتعويض في دوري أبطال إفريقيا، لأنه سيواجهون نفس الفريق الزمالك ذهابا وإيابا في القاهرة ثم في تونس بعد أسبوعين من الآن في مباراة أولى ستجري في القاهرة. الزمالك مشواره ما زال طويل، الفوز هذا سيكون محفز له في نهائي كاس السوبر المصري امام الاهلي. كارتيرون يتوج بلقب اخر من القابه على الصعيد القاري بعد ما فاز بلقب دوري ابطال افريقيا وفوزه بكاس السوبر السنه الماضيه امام الرجاء، وكانها تبتسم له. من يريد كاس السوبر السنه المقبله عليه ان يستقدم باتريس كارتيرون مدربا له. طبعا بصمته كانت واضحه فوق ارضيه الميدان. بعد تلقي الوصيف لميداليات وياتي دور البطل الابيض نادي الزمالك الذي يمنح مصر اللقب العاشر بكأس السوبر، يجعلها ويبقيها سيدة القارة السمراء في كأس السوبر. اللقب الرابع بالنسبة للزمالك الذي يجب أن نذكر، أي نعم لم يتألق في 20 سنة الماضية، ولكن يجب أن نذكر بأنه فائز 5 مرات بلقب دوري أبطال إفريقيا، مرة واحدة بكأس ما كان يسمى الكؤوس الإفريقية ثم بكأس الكاف. هذه الكأس الرابعة، كأس السوبر الرابعة في مشوار الزمالك المصري الذي يطيح بالترجي للمرة الثانية في النهائي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا سنة 94. أول لقب لكارتيرون مع الأبيض، نعم أول لقب لكارتيرون مع الأبيض، لأنه أول لقب له كان على الأهلي. فرحة كبيرة للاعبي فريق الزمالك بعشاقهم وجماهيرهم الوفية التي كانت حاضرة بقوة اليوم في ملعب ثاني بن جاسم هنا في الغرافة، في حضور جماهيري كبير جدا. عملوا جو، واصبر شوية اصبر شوية، ممكن تلتقط صورتك ولكن تصبر شوية. بجدارة واستحقاق فريق الزمالك يبعث موسمه من جديد بهكذا تتويج بكأس السوبر، خاصة وأنه كان بجدارة واستحقاقه بروعة، حقيقة استحق التتويج بلقب كأس السوبر. قلت يبعث موسمه، أو خليني نقول ينقذ موسمه، لأنه توج بأول لقب من 3 ألقاب ما زال ينافس عليها. الدوري ضاع، لكن كأس السوبر المصري ما زال فيه إمكانية في مواجهة الأهلي المصري الأسبوع المقبل. سيدخل تلك المباراة منتشي بهذا الفوز، سيدخل بمعنويات مرتفعة كثير، سيدخل أيضا بمعنويات مرتفعة في لقاء الذهاب في دوري أبطال إفريقيا في مواجهة الترجي التونسي في نهاية هذا الشهر، على أن تكون مباراة العودة أعتقد في 6 أو 7 من شهر مارس المقبل. فرحة كبيرة للاعبي الزمالك بتتويجهم الخامس بكأس السوبر في البطولة 28، هيمنة مصرية مطلقة بفضل الأهلي والزمالك. الأهلي 6 والزمالك 4 في بكأس السوبر. 10 ألقاب من أصل 28 لقب بالنسبة للكرة الإفريقية، في حين الترجي يبقى وأنه توج مرة واحدة. كنا نتوقع ضربات الترجيح ولكننا لم نصل لضربات الترجيح. كنا نتوقع كذلك تتويج نادي الزمالك، فكان تتويج نادي الزمالك باللقب القاري. لا وصلت اللحظات التاريخية التي يتوقعها وينتظرها اللاعبون والطاقم الفني وينتظرها جماهير الزمالك المصري. طبعا هذه المواجهة العربية الرابعة في نهائي كأس السوبر
الأهلي كان فاز 3 مرات على 3 نوادي عربية، النجم والصفاقسي التونسي مرتين. أحمد يتقدم لتسليم تاج كأس السوبر الإفريقي بين حامل لقب دوري أبطال إفريقيا وحامل لقب كأس الكاف. يسلم اللقب للقائد قلب الأسد طارق حامد الذي يستعد لتسلم الكأس. أم سيتركونها لكالتيرون؟ لماذا؟ طبعا طارق حامد أو كالتيرون لا، لشيكابالا القائد الأسطوري اللي يبقى قائد حتى ولو لم يشارك في هذه المباراة ولا في غيرها، لأنه شعبيته غير، مع نجم آخر إبراهيم يوسف في جنبه. يرفعها نعم شيكابالا هذا اللقب وهذه الكأس الغالية للزمالك المصري. من حقك أن ترقص وتغني، فريقك هو بطل السوبر شيكابالا الذي كان موجودا في كرسي الاحتياط في هذه الأمسية. فرحة كبيرة، هنيئا للزمالك وللكرة المصرية، هارد لك للترجي وللكرة التونسية. المهم أننا استمتعنا بمباراة رائعة جدا في نهائي كأس السوبر، أكيد سنستمتع بمباراة أجمل وأروع في دوري أبطال إفريقيا، ليس فقط بمباراة الترجي والزمالك ولكن بكل مباريات دوري أبطال إفريقيا التي تنقل كما تعلمون حصريا على قنوات بي إن سبورتس. أرجو أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل بهذه المباراة الرائعة جدا بتتويج نادي الزمالك بكأس السوبر أمام الترجي التونسي الذي يبقى عملاقا، فاز أم خسر، لأن الأمر يتعلق بفريق تونسي وفريق عربي وفريق إفريقي من أفضل النوادي على الصعيد القاري والعربي وكذلك التونسي. شكرا لكم، ألقاكم وأنتم دائما مستمتعين معنا. سلام. بعد لحظات زميلي مهند سيكون لديك الخط والضيوف الكرام.